هيك بنعمل هيك. شوفوا كيف قوامها متماسك وسهلة بالتزيين. الله يسعد لي اوقاتكم. اليوم رح نعمل كريمة الزبدة بطريقة كتير سهلة وبسيطة. تفضلوا معي. هلا شايفين هذا القالب 250 غرام. انا فضيت قالب هون وهي قالب الثاني. حطيت هون 250 غرام سكر بودرة، ومعانا هون ظرف فانيليا او معلقة صغيرة، ومعانا كاسة شاي زيت نباتي. هلا بنخفق الزبدة مع السكر. بنحركهم اول شيء مشان ما يصير البيت كله سكر. تحكوش ليه؟ كل شوي نقحة الداير هيك بهالشكل هذا مشان ما يتمشق الزبدة، وبنرجع بنخفق. هلا بعد 7 دقايق بنبلش ننزل الزيت اول باول. كتوا لنا هالزيتات بمعيدكم. هلا بنرجع بننزل الداير. كل شوي اخواتي بننزل الداير بنقلبها هيك. هلا بنضيف الفانيليا وبنرجع بنخفق. ونعمل هيك بنعمل هيك بتصير أقوى تصير كريمة. هلا اخواتي عملنا كريمة الزبدة اليوم لأن نجهز لكم وصفة ترجعكم لأيام زمان، أيام ما كانوا يستخدموا كريمة الزبدة لأن الشانطيه ما حتوفي معهم. شوفوا كيف قوامها متماسك وسهلة بالتزيين. طبعا إذا بدكم إياها كريمة سودا حطوا لها كاكاو أو شوكولا. وهيك اخواتي فيكم تساووا داير القالب مثال هيك بهالطريقة هاي. طريقة سهلة كتير. استنوني بالفيديو الجاي. احلى حارة. سلام.